كابتن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي. كابتن شريف السلام عليكم. وعليكم السلام محمد باشا. ازيك، اخبارك يا شريف؟ الحمد لله. الله عايز اهنيك على المستوى امبارح يا شريف وعلى ادائك على تركيزك. فعلا امبارح لقطة المباراة واهم لقطة في المباراة هي الكرة اللي كانت بتاعت فتح الله. يعني انا قلت من وجهة نظري، مش عارف انت طبعا هيبقى ليك حق الرد، انا شايف انها لو كانت دخلت انت لا تسأل عنها. مكان صعب قوي، كرة محطوطة بشكل رائع جدا، ولكنك فعلا كنت اكثر من رائع فيها. والله بص، بداية الحمد لله انا طبعا بحمد ربنا على النتيجه وعلى الاداء، وبشكر زمايلي على المجهود. احنا كلنا بذلنا مجهود كويس جدا، احنا كنا عايزين نطلع بالنتيجه ايجابيه. يعني كنا بنقاتل لحد اخر لحظه على صداره المجموعه، والحمد لله ان احنا ربنا كفانا في النهايه، وتشيلسي كسب واحنا خدنا نقطه، يعني تعادل ايجابي. الحمد لله حققنا المطلوب من المباراه وصلنا المجموعه. بالنسبه للاداء والكوره دي طبعا يعني الحمد لله الكوره كانت صعبه. يعني انا بص، يعني وهي راحه انا يعني قلت انا هروح معاها وهبذل اقصى مجهود وهشد نفسي لحد اخر جزء ان انا هحاول العب عليها. هي طبعا انا فوجئت انها راحه بالشكل ده بصراحه، هي الكوره يعني لحد ما طول من بعيد. بس فانا اتعاملت معاها الحمد لله وربنا وفقني، قدرت الحمد لله يعني طلعتها ولبست الارض وخرجت. فانا اتبسطت الصراحه بعديها عشان حسيت ان هي كانت فعلا صعبه، وكانت يعني وفقت فيها بشكل كبير الحمد لله. شريف إكرامي، انت حاسس ان انت بتقيم اعلاميا بالكوره ولا بالمباراه؟ باللقطه كوره المباراه باللقطه. لا بص، انا اقول لك على حاجه. احنا بس عندنا نقطه فينا كشعب عموما، ان احنا شعب عاطفي، وغالبا ما بتغلب العاطفه دي في التحليل. بمعنى ان شريف لو بص، يعني طبعا خلينا نتفق على في ثوابت. انا كل النادي الاهلي تقييمه بيبقى مختلف طبعا. بيبقى السبوت عليك قوي جدا، ان انت مطالب ان انت في كل مباراه لازم تقدم يعني اداء افضل من المباراه اللي قبلها، ونسبه الخطا تبقى قليله، عشان كما هو متعارف عليه النادي الاهلي دايما بيقدم افضل فرص على مستوى مصر وفي المنتخبات. طبعا التقييم بيبقى حاد شويه، خصوصا لو في اخطاء. بس اللي انا عايز اقوله ان يعني مثلا العاطفه اللي انا قصدي بيها ايه، لو شريف النهارده كويس بنعليه ونقول شريف كويس وهايل وممكن يبقى من احسن الاجوان. شريف لو وحش بيبقى العكس. فيعني انا ولا حابب ان هو يبقى الموضوع مبالغ فيه في المدح، ولا ان النقد يتطرق ان هو نوصل ان هو يبقى هدم، ما يبقاش فيه اي استفاده. فهي دي النقطه اللي انا كنت يعني واتكلمت فيها كذا مره، وحتى اتكلمت معاك قبل كده، واتكلمت مع ناس يعني اعلاميين كبار في نفس النقطه دي. بس ان هي دي النقطه. انما اللي انا حاسس بقى بشكل شخصي ان الموضوع يعني شريف بالذات، عشان هو الفتره دي هو يعني حامل عليه النادي الاهلي، وفتره في اخطاء طبعا، كل اللي جم بيغلطوا وانا اخطاء، وفي بس في جزئيه بقى فيها حظ سيء. يعني انا مثلا الهدف بتاع امتى انا شايف ان هو سوء حظ، يعني مش قصه سوء حظ لمين؟ لا، سوء حظ بالنسبه لي انا. الكوره شكلها يوحي انها سهله، انما هي الكوره فنيا لا، الكوره صعبه. وانا مش يعني مش بقول ان انا. طب ما خلينا كده نوصفها مع بعض واحده واحده يا ريت. خلينا بس هقول لك بس الموضوع من الاول. انا مثلا في مباراه مازيمبي اما غلطت وبتاعت قلت انا اتحمل الهدف 100% وده خطا مني بالظبط، وانا فعلا اتحمل الهدف 100%، وما كانش عندي مشكله خالص مع النقد اللي احيانا. لا، في ماتش ايه يا شريف؟ ماتش مازيمبي الاول اللي عندنا، اللي كان في القاهره. انا فاكر الماتش بتاع لا، الكره الاولانيه دي فاول. لا شوف، انا هوصل لك ليها. فالهدف الاول بتاع مازيمبي انا طلعت وقلت انا غلطان وبتحمل 100%، وما بحاولش ان انا اجمل ولا احاول اهرب، عشان ده مش من طبيعتي. حتى كل الاهداف اللي انا سببت فيها بطلع بتحمل مسؤوليتها، ما عنديش ادنى مشكله. كويس. بس انما احس بقى ان الموضوع اي حاجه فيها جدل نستسهل ان احنا نرمي اللوم على شريف، هو ده بقى اللي بيضايقني. بمعنى ايه؟ الهدف مثلا بتاع ماتش مازيمبي الاول اللي هو الهدف الاول في المباراه الثانيه، ايوه، دي انا فوجئت ان حصل عليها جدل والناس فتحت البيبان، هل ده خطا تحكيمي ولا خطا فادح. فانا بقى الصراحه زويت، ابتديت احس يا جماعه ده الموضوع بقى فيه استسهال ان احنا نغلط شريف وخلاص. خلاص بقى شريف غلط في الماتش الاولاني يبقى يغلط في الماتش الثاني، فبقى الانطباع المتاخد اي حاجه فيها جدل انا ارميها على شريف، مش مشكله مع الاخطاء. بس فده بقى اللي ما كانش موجود. مع ان انا لو قيمت الاداء من اول مباراه في دوري الابطال لحد سادس مباراه، اتفرج وقيم الاداء صح، قيم الاهداف اللي دخلت. ماتش مازيمبي الاولاني اخطاء، الماتش الثاني ماتش الزمالك 1-0 الاداء كويس جدا. ماتش تشيلسي بعد كده عندنا ضربه الجزاء، والناس كلها شافت ان هي ظالمه جدا. طبعا، وكانت اوفسايد اصلا. والماتش تشيلسي برده هناك برضو الاداء كويس جدا، وجون ما تحملوش. ماتش مازيمبي الاداء كويس جدا وخطا. فانا بكلمك لو احنا بس
كلفنا نفسنا وركزنا شويه بدل ما نستسهل ان احنا نحلل ونرمي اي حاجه على شريف. ساعتها ممكن ندي الموضوع بس ايه، ما يبقاش سطحي، يبقى موضوعي اكتر. بس فهو ده اللي انا بطلبه، ما بطلبش ان انا اقول ان شريف اما يبقى كويس نطلعه السما وهي وحش نعمل نفسنا مش شايفين. لا طبعا انا بنقد النقد بحترمه جدا وما عنديش اي مشكله معاه، بس انا ضد ان الموضوع يقلب يبقى ايه، يبقى البانه او يبقى الموضوع فيه استظراف. في ناس يعني ابتدت تستظرف بقى، فهمت يعني قصدك. الموضوع بيخرج عن الاطار النقد وبيطلع يبقى استظراف. يعني مثلا فلان يقول يا كابتن ده انت لو انت لابس مش عارف البدله هتنزل تصدها ومش الكلام ده. بص كده ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. طبعا ما ينفعش طبعا. فما فيش اي لعيب يقبله، ولا انا ولا لعيب ولا غيري ولا اي حد من اللعيبه يقبل ان حد يقلل منه. ننقد لكن بدون استهزاء او كده، وبدون استهانه. ده صح، ده صح، انا معاك 100% في الكلام ده. ايه اللي حصل بينك وبين فييرا امبارح؟ لا ما حصلش حاجه خالص، ما حصلش حاجه. هو انا بلغني بعد الماتش ان هو الراجل اشاد بيا في المؤتمر الصحفي وقال ان شريف نجم المباراه وان لولا شريف لكنا فزنا. بالظبط. فانا طبعا طلعت طبعا يعني راجل مشكورا، فانا طلعت شكرته وقلت انا بشكره على الكلام ده، والحمد لله ده مش مجهودي لوحدي، ده مجهودي انا وزمايلي والحمد لله ومجهودنا كلنا وربنا خير كلنا كجهاز ولاعيبه وكابتن حسام وكابتن طارق سليمان الراجل بيتعب معايا جدا. فالحمد لله ده مكافاه لينا كلنا، مش مكافاه لشريف لوحده. شريف كنت بتلعب امبارح وعندك انذار، ولا قدر الله لو في انذار تاني هتبقى مشكله. كنت واخد تعليمات من كابتن طارق؟ واخد تعليمات من ساعه الانذار. لو انا خدت الانذار في اول ماتش في البطوله في ماتش مازيمبي، فانا بلعب عليه بقالي 5 ماتشات. بس طبعا كابتن حسام وكابتن طارق كانوا منبهين عليا قوي من ساعه ماتش مازيمبي طبعا. اصل الكلام كان كتير يا شريف، انت عارف ان شريف مش هيلعب ماتش الزمالك، وان كان ابو السعود هو اللي هياخد عشان حته الانذار ده وبتاع. لا دي كان كلها تكهنات. الكابتن حسام ما طلعش يتكلم يعني ما قالش. لا هو انا مش بقول ان كابتن حسام اللي قال، ما فيش حد يتكلم في الجزئيه دي خالص. دي كلها تكهنات اعلاميه عشان مجرد بس ان الناس اللي عندها انذارات. هل الكابتن حسام ممكن يفضل انه يريحهم كلهم؟ بس طبعا ما فيش الكلام ده. كابتن حسام ليه حسابات معينه وما فيش حد بيتدخل فيها. والجون نادرا لما بيبقى احتكاكه بانذارات كله، يعني الموضوع بيبقى صعب جدا. بيبقى يعني المفروض الجون بياخد 3-4 انذارات طول حياته. فالمهم بس الحمد لله ربنا ستر يعني، والانذار خلاص طلعنا كده بدون انذارات. الحمد لله. بقول في حاجه ثانيه اسالك عليها يا شريف، يعني طبعا امبارح الشباب اللي كانوا بيلعبوا قصادك سعد سمير ما شاء الله عليه، ربيعه ما شاء الله عليه، ربنا يكرمهم ومستقبل كبير للنادي الاهلي وربنا يوفقهم. لكن انت كحارس مرمى لما الاثنين دول اول مره يلعبوا مباراه رسميه جنب بعض، طول عمرك واخد ان اللي قدامك جمعه او عبد الفضيل او نجيب وعبد الفضيل او احمد السيد لما قبل ما يكون، يعني كنت اكيد دول بيدوك اطمئنان زياده لما تلاقيهم قدامك. لكن لما تلاقي 2 شباب وفي اول مره، قول لي ايه القصه يعني؟ تمام هقول لك. انت طبعا كلامك منطقي بشكل كبير قوي، بس انا عايز اقول لك في الجزئيه بتاعت سعد ورامي، انا سعد ورامي انا لعبت معاهم كتير برضو، يعني انا وعارف امكانياتهم. فخلي بالك الموضوع كان بالنسبه لي مش كوره، الموضوع كان لا انا مش بقلل منهم، انا بقول عشان اول مره يلعبوا مع بعض واهلي وزمالك. انت كمان بتتكلم في قصه كبيره. هم لعيبه كويسه جدا طبعا امبارح عملوا مباراه الاثنين حاجه ما شاء الله عليهم يعني. بالظبط. والاثنين كمان خلي بالك يعني سعد برضه لعب كاس عالم ولعب اولمبياد وعنده احتكاك وبيلعب 4-4-2. الربيعه الاصابه عطلته كتير. بس رامي لعيب كويس وكمان امكانياته يعني هتساعده. انا كنت حاسس ان هو لو حتى في رهبه من الماتش فهي امكانياتهم ورجليهم هتشيلهم في ماتش ده. وفعلا هما الاثنين ادوا بصراحه، يعني انا كنت متاكد انهم هيعملوا ماتش كويس والحمد لله ربنا كرمهم وكرمنا بيهم، وهم هيبقوا اضافه كويسه جدا لينا في المكان. يعني انت ما كنتش قلقان؟ لا خالص. كنتش بتزعق لهم؟ لا خالص. لا هم صغيرين سنا بس يعني والله ناضجين بشكل كويس يعني ما شاء الله. لا طبعا ما شاء الله. انا بقول لك على ناحيه ناس كتير قوي ممكن تقعد تفكر فيها بالنسبه لك انت كحارس مرمى، يعني كان بالنسبه لك انت وتركيزك طول الماتش، اعتقد بالنسبه لك كان مهم ان انا يعني الناس تعرف ردك على النقطه دي يعني. لا انا كنت شايف ان هم تحملوا المسؤوليه وكانوا قدوا المسؤوليه بشكل كبير وربنا اكرمهم ومجمل الاداء قدوا مباراه ممتازه يعني. حتى كابتن حسام شاد بيهم بين الشوطين وبعد الماتش، فده كان اكبر رد على يستحقوا طبعا اكيد. هو الوحش بقى، وحش افريقيا، كان ممكن يصد الكره بتاعت فتح الله دي ولا شريف بس اللي صدها؟ لا انت كده بقى تدخلني في حته خطر، وبعدين هو اكيد سامعني دلوقتي فهقول لك طبعا كان لازم يصدها. لا ده راجل نجم كتير يعني. بنحاول نبقى ربعه يعني. يا راجل ده انت قبل الهوا قلت لي مش هيصدها، ما كانش يصدها، قلت لك هقول له هو كانش يصدها فعلا بس عشان هو سامعني بس لازم اكمل. لا طبعا ده